يا إيناس. يلا يا إيناس. يلا هنكمل. بسم يلا الله الرحمن هنكمل. الرحيم بسم الله الرحمن والصلاة الرحيم والسلام على والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى سيدنا آله محمد وصحبه وعلى وسلم. آله وصحبه وسلم. هنستكمل الجزء هنستكمل الثاني من الجزء حلقة الثاني من مراجعة حلقة الدراسات السمعية للصف الدراسات الخامس السمعية للصف ابتدائي الفصل الخامس الدراسي الثاني. ابتدائي الفصل الدراسي الثاني. يلا يا إيناس. يلا يا إيناس. بس السؤال اكتب كالصواب أو اكتب المقاطع كالصواب أمام أو العبارات المقاطع الآتية. أمام العبارات الآتية. يا تقدمة الكتابة دي تقدمة الكتابة دي موسيقية للكتابة على موسيقية جدران للكتابة على المعابد. جدران المعابد. يا من صفحة كام؟ صفحة 11. صفحة 11. 16 11. هيا إيناس. 11. هيا إيناس. مش هتعرف تقرا. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دي استخدمت الكتابة الدينية للكتابة على 16 يا مس. غلط 11 يا 11 يا غلط طبعا لأن الكتابة غلط كانت طبعا إيه؟ لأن الكتابة كانت إيه؟ ها يا مس الكتابة اللي كانوا بيكتبوا بيها على الكتابة جدران اللي كانوا المعابد، بيكتبوا بيها على الكتابة جدران المعابد، الرسمية. الكتابة الرسمية. الكتابة المقدسة كان الكتابة اسمها إيه؟ المقدسة كان اسمها إيه؟ الصوت مش واضح خالص. الهيروغليفية. الهيروغليفية. لو حد فيكم بيستخدم مايك يقفله بيستخدم مايك يقفله أو سماعة. أو سماعة. يبقى الإجابة غلط لأن كانت الهيروغليفية هي اللي بيكتبوا بيها على جدران المعابد. يلا يا رودينا. نعم. 2 يا رودينا. نعم. يا رودينا. جاوب 2. جاوب 2. صح وغلط. 2 دي يا مس. استخدم المصريون القدماء الحساب في الزراعة والتجارة. غلط. ليه غلط؟ ليه غلط؟ لأن ما كانوش بيستخدموا للزراعة والتجارة الحاسب. طب والحساب لما كانوش بيحسبوا؟ فصل الطيران وفصل الزراعة وفصل الحصاد مش ده؟ وفصل الزراعة وفصل الحصاد مش ده حساب؟ طب والتجارة طبعا هيبيع ويشتري. بيجمع ويطلع. التجارة طبعا هيبيع ويشتري. بيجمع ويطلع. حساب ولا مش حساب؟ يبقى كان بيستخدم الحساب. يبقى الجملة صح. إيناس 3. برع المصريون القدماء تبع الإنسان العيون. صح. يبقى الجملة إيه يا إيناس؟ صح. برافو عليكي صح. يلا يا رودينا. 4 يا رودينا. نعم. 4 أثارت الحضارة المصرية القديمة في الحضارات المجاورة مثل يعني على فكرة هو احنا أثرنا وتأثرنا. يعني خدنا من العراق حاجات واديناهم حاجات. اتعلموا منا حاجات. صح. مظبوط طبعا. برافو عليك. يلا برافو عليك. يلا المصريين قسموا السنة ل4 فصول يا إيناس. غلط. هم كام فصل؟ يا مس هم ايه كام فصل؟ غلط. غلط 4. كام فصل؟ عارفاهم يا رودينا كام فصل؟ مش 4. هي متهيألي 12. لا 3 فصول. فصل الفيضان. فصل الزراعة. والبذر. والحصد. وفصل الحصاد. هم دول 3 فصول. يلا يا رودينا. قسم المصريون. لا. تعددت أنواع الأدب عند المصريون القدماء ومنها الأدب الديني. صح طبعا. انت قلتي ايه يا ايناس؟ قلتي ايه على نزل مرستة؟ صح. هو كان في الادب الديني اللي هم كان عبارة عن نصوص الاهرام زي قصة إيزيس وأوسوريس مثلا. اناشيد اخناتون. دي كنت بقى ادب ديني. وكان في ادب قصصي بيحكوا قصص زي قصة إيزيس وأوسوريس. وفي كمان ادب مديح بيمدحوا الملك. اعماله جيده مثلا وانتصر في المعركه وانت قوي. فهمتوا بقى؟ يبقى كان في ادب تاني اسمه ادب ايه كمان؟ ها الادب كان عندهم ادب تهذيبي. يعني ادب النصائح والحكم.
يعني بيوصوا مثلا لازم يبقى كلام والديه ويحترم الكبير مثلا، ده اسمه ادب تهذيبي. كل واحد كان حريص على انه ينقل لابنه القيم والاخلاق الفاضله، زي الملك لما بيقعد يعلم ابنه اللي هو ولي عهده اللي هيتولى مكانه انه لازم يلتزم بالعدل، زي الملك لما يلتزم ادب تهذيبي. يلا يلا اللي بعد اختار الإجابة الصحيحة. استخدام المصري القديم الكتابة من البوص. صح، لأن البوص كان بينمو عندنا في البحيرات في مصر. والنبات نائي. يلا يا رزينة. نجح العالم الفرنسي شامبليون في فك رموز الحملة عمود لا قولي يا إيناس. حجر رشيد. هو حجر رشيد صح، لأن حجر رشيد ده كان عليه مرسوم بثلاث لغات، الهيروغليفية الرسمية واللغة الديموتيقية الشعبية وكانت اللغة الإغريقية بتاعت اليونان. شامبليون كان بيعرف إغريقي فعارف يطابق الحروف ويقدر يفك الرموز. بسرعة يلا يا رودينا. يلا يا إيناس. انتقال من المصري ثانية يا رودينا. يبقى الرومان هم اللي أخذوا منا فعلا التقويم الشمسي. وعلى فكرة عندنا شهور بأسامي أباطرة الرومان، يعني شهر أغسطس بالنسبة للقائد اسمه أغسطس، ويوليو باسم الحاكم الروماني كان اسمه يوليوس قيصر. تمام. يلا يا اللي عليها الدور. يعد قصة سنوهي من الأدب التهذيبي. طب بصوا انا هحكي لكم القصه وانتوا تقولوا نوعها ايه. خلاص القصص يا مس. القصص صح. مظبوط، برافو عليك. القصه بعد ما نخلص بقى المراجعه. يلا 5 يا رودين. رصد المصريين القدماء للنجوم والكواكب يدل على تقدمهم في علم الفلك. صح، كل ما يخص السماء علم الفلك. برافو عليك. يلا يا إيناس. برافو عليك. يلا يا إيناس. مين اللي عليها رسومات الهيروغليفية بالخط المقدس ليه؟ على الجدران. جدران ايه؟ كانوا بيكتبوا بيها على جدران المعابد والايه؟ والمقابر. المعبد والمقبرة ده مكان ايه؟ المعبد مكان مقدس. عشان كده سموها الخط المقدس. لأن كان يكتب بيه على جدران المعابد والمقابر. طيب يلا يا رودين. أهمية الحساب في الحياة مصر القديم. كان بيقسم بيها 3 فصول: الحصد والفيضان والزرع. هو بالترتيب الأول الفيضان بس بذور الحصاد، وقلت بيحسبوا بيه كمان الأجور والمرتبات. صح؟ وفي التجارة في البيع والشراء. نعم. يلا يا إيناس. أهمية عند المصري القديم. استخدم الحساب في بناء إيه؟ عارفة يا إيناس؟ طب قولي يا رودين. أهمية علم الهندسة عند المصري القديم. يا مس كانوا بيبني بيه البيوت. صح. المقابر والمعابد والأهرامات. الأهرامات من ضمن المقابر. هنقول كمان إنه علم الهندسة استخدموه في قياس الأرض الزراعية واستخدموا المربع والمثلث. كل ده هندسة.
كل ده وسقف هندسه، الترع هندسه على وسقف فكره. الترع هندسه على فكره. كل دي اهميه علم الهندسه. كل دي طب اهميه يلا، علم الهندسه. طب ليه يلا، عرفت الكتابه ليه الديمقراطيه عرفت عند الكتابه مصطلح الخط الديمقراطيه الشعبي عند ليه؟ مصطلح الخط الشعبي ليه؟ يلا يا ايناس. يلا يا ايناس، خلي بالكم معايا. الكتابه الديمقراطيه الكتابه الديمقراطيه ده الخط كان كان ده الخط مبسط، كان الخط ابسط انواع الخط، مبسط، ابسط انواع الخط، وده كان يناسب الناس العاميه، وده كان يناسب وكانوا الناس بيكتبوا بيه العاميه، العقود وكانوا بيكتبوا بيه العقود والمعاملات بينهم وبين بعض مثلا، والمعاملات بينهم وبين بعض عشان مثلا. كده سموه الخط الشعبي. عشان كده سموه الخط الشعبي. ليه يعني الكتابه ليه الهيراتيقيه يعني الكتابه الهيراتيقيه كانت ليه ايه العلاقه بينها وبين ليه ايه الكهنه؟ العلاقه بينها وبين ده الكهنه؟ كانوا بيسموه خط رجال ده كانوا الدين، بيسموه خط رجال الدين، وبيكتبوا فيه برضه في المعابد، وبيكتبوا فيه وكانوا برضه في على المعابد، فكره وكانوا على فكره المعابد كانت اماكن المعابد كانت للعلم، اماكن للعلم، فكانوا بيكتبوا بيها بقى فكانوا بالخط بيكتبوا فيها الهيراتيقي بقى لانه بالخط ابسط. الهيراتيقي لانه ابسط. يلا يا يلا يا الادب التهذيبي وتربيه الادب الابناء، يا التهذيبي ايه وتربيه العلاقه يا الابناء. رودينا؟ ايه العلاقه يا رودينا؟ يجعل سلوكهم مهذب. يبقى الادب ايوه صح. التهذيبي كان يبقى هدف منه الادب تربيه التهذيبي كان الابناء هدف منه على تربيه الاخلاق الابناء والقيم على الاخلاق والقيم والعادات الطيبه. والعادات الطيبه. يبقى هو ده قلت لك يبقى الملك هو ده لازم قلت لك كان الملك لازم بيقول لابنه وصايا بيقول لابنه وصايا في هيئه ادب تهذيبي في عشان ادب تهذيبي عشان يعدوا لانه يتولى يعدوا لانه المنصب يتولى ويكون المنصب يتحلى ويكون بالاخلاق الكريمه. بالاخلاق الكريمه. يلا يا ايناس. يلا يا ايناس. دليل على صحه العبره. دليل على دور صحه الرومان العبره. التقويم دور الشمسي الرومان المصري. التقويم الشمسي المصري. الرومان والتقويم دليل على طور الرومان التقويم الشمسي المصري. التقويم الشمسي المصري. تمام. ايه الدليل؟ الصوت يعص شوية. يا مس قولي يا رودينا. لأنهم عرفوا علم الفلك. لا بصوا بقى، لا المصريين عملوا سنة 365 يوم، 365 يوم. الرومان بقى أضافوا ربع يوم، أضافوا ربع يوم، بقت 365 وربع. بقت الربع يوم ده بيعمل يوم كامل كل 4 سنين في شهر فبراير. عشان شهر فبراير في الثواني الكبيسة اللي تقبل القسمة على 4 يبقى شهر فبراير 29 يبقى شهر فبراير 29 يوم. هو ده الربع يوم كل 4 سنين. هو ده الربع يوم كل 4 سنين بيبقى يوم كامل. ده بقى زمان كان بيفرق مع الناس وبيغير مواعيد الزراعة. الرومان جم طوروا بقى وأضافوا الربع يوم. يلا يا إيناس. يلا يا إيناس. إيه أدللي؟ تنوع الأدب في مصر القديمة. قلنا أدب إيه وإيه وإيه؟ قلنا أدب إيه وإيه وإيه؟ الدين والأدب رودينا. اتفقنا على إيه؟ قولي يا إيناس. أو إحنا مثل الترابع. أنواع الأدب يا إيناس. ماشي أوكي. أنا جاوبت يا مس. التانية يا رودينا. هتجاوب بقى اللي بعديه. الأدب الديني والتهذيبي والأدبي. مفيش حاجة اسمه الأدبي. هو التالت نوع إيه يا إيناس؟ ديني وتهذيبي. القصصي. حل 3 يا إيناس وما تتكلميش يا رودينا. حاضر. ها. الأدب الديني والتهذيب. طيب 3 بقى يا إيناس. 3 بقى يا ده على حساب إدارة الدولة. كانوا بيسجلوا في إدارة الدولة. الصوت مش واضح. التجارة. لا أنا بتكلم عن إدارة الدولة. المرتبات دي مش بتحتاج علم الحساب. وتقدير الضرائب مش بيحتاج علم الحساب. يا مس الصوت مش واضح. يبقى عرفنا علم الحساب مهم ليه في تقدير الضرائب وجمعها، يعني تقدير المرتبات، ده بيقبض كذا وده بيقبض كذا، ما هو ده علم الحساب. طيب يلا يا رودينا، أهمية النبات البردي في مصر القديمة كان ليه مهم يا رودينا؟ دليلي على إنه مهم. رودينا دليلي أهمية النبات البردي في مصر القديمة.
مش ممكن أجاوب؟ يا مس ها كانوا بيعملوا بيه الحصير. وايه كمان؟ والورق. والورق صح اللي بيكتبوا عليه صح. وايه الناس بعد كمان؟ ما تجاوبوش في دول. والقوارض بتاع اللي بيصطادوا اللي هو بيركبوها في البحر ويصطادوا بيها. يبقى كان بيعملوا الحصر اللي بيقعدوا عليها ويناموا عليها زمان. يبقى ليه استخدامات كتير. يلا ما النتائج ترتبها على يا جماعه. يلا يا ايناس. فاكر رموز الحجر الرشيد يا ايناس؟ هنا تكتو. عرفوا الحضارة المصرية. برافو عليك، عرفنا الحضاره بتاعتنا وعرفنا اسامي الملوك. رمسيس الثاني، خوف وخفرع. وعرفنا تاريخ امجاد اجدادنا. برافو يا ايناس. يلا يا رودينا. ما النتائج؟ حاضر يا مس. نتيجه بقى تحديد المسلوق قدام حركه الشمس. باستخدام علم الفلك. كويس. ايه النتيجه؟ عملوا ايه يا رودينا؟ زرعوا. لا يا ماما. عملوا التقويم الشمسي. مش هم لما حركة الشمس. يلا مين عليه الدور؟ رودينا. ايه نتائج ترجمة البرديات الطبية المصرية القديمة باللغات الأوروبية الحديثة؟ نعم يا مس. ايه نتيجة ترجمة البرديات الطبية المصرية القديمة باللغات الأوروبية الحديثة؟ دي يا مس بس. البرديات اللي كاتبين فيها المصريين الأمراض وعلاجها. ايه نتيجته؟ مش عارفة. أصبحت من علم الطب والصيدلة حاليا. المصريين كانوا متقدمين جدا في الطب على فكرة والصيدلة. فلما الأوروبيين ترجموا البرديات دي اتعلموا منها وأصبحت الطب دلوقتي حديث. شوفوا أجدادك كانوا عظماء إزاي؟ يلا يا إيمان. المصريين بنوا الأهرامات تكون إيه أكملي؟ مقابر لا. صح. أول بناء حجري كان على شكل إيه؟ يلا يا رودينا. نعم. أول بناء حجري ضخم كان على شكل إيه؟ أول بناء ضخم في التاريخ كان على شكل مكون. قول يا ناس. هرم زوسر. ما هو زوسر كان على شكل 6 مصافي. وشكله هرمي برضه. يلا من أشهر المعابد المصرية القديمة معبد إيه؟ قولي يا رودينا. أشهر المعابد المصرية القديمة معبد إيه؟ الأقصر. هو في معبد كبير برضه كرنك. طيب يلا يا إيناس. أشهر المسلات المصرية في مصر القديمة هي مسلة الملكة مين؟ حتشبسوت. برافو. يلا يا رودينا. تقع معابد فيلة في محافظة إيه؟ يلا قولي يا إيناس. معابد فيلة فين؟ محافظة ايه؟ معبد فيلة في محافظة إيه؟ أسوان. برافو عليك. يلا يا رودينا. شهد المصريون القدماء المسلات ووضعت في مداخل إيه؟ مداخل المعابد. طيب يلا يا إيناس. تمثال مين دليل على براعة المصريين في فن النحت؟ قوليها تاني. يبقى تمثال إيه؟ أبو الهول. برافو. وفي تمثال على فكرة رمسيس الثاني. تمثال تحفظ بس انتوا تقولوا عليه في الكتاب أبو الهول ورمسيس الثاني. ايه أهمية المسلات يا رودينا؟ بما تفسر. الملوك كانوا بيكتبوا ايه على المسلات يا رودينا؟ عارفة يا إيناس؟ ايه مس؟ أهمية المسلات في مصر القديمة. الملوك كانوا بيكتبوا على المسلة ايه؟ ثانية. كنا لا مش عارفة. كانوا بيكتبوا تاريخ الملوك.
ان الملك ده امجاده انتصر في معارك مثلا، انشأ حاجات معينة، عمل معابد، عمل مشاريع، فتعتبر يعني حاجة تسجل تاريخ الملك. هي يردان طلعت. يلا هتدخل تاني ليه؟ طب بما تفسر وضع المصريين القدماء مقتنيات المتوفي داخل المقبرة، انه كانوا بيؤمنوا بايه؟ كانوا ان بيعتقدوا بايه هم يعيشوا ها؟ تاني. ها؟ يعيشوا تاني. يبقى البعث والخلود، لانه كانوا متوقعين ان في حياة اخرى، حياة اخرى ابدية، فعشان كده كانوا بيحطوا مقتنيات الملك وكل احتياجاته، عشان متصورين ان هو هترجع له الروح وهيستعمل الحاجات دي تاني. طب المصريين ليه بناء المصريين القدماء للاهرامات اعتبروها ايه؟ مقابر. مقبرة حصينة عشان يحافظوا فيها على ممتلكاتهم. دليلي براعة القدماء في فن النحت تمثال ايه؟ ابو الهول. برافو عليك. عمود حجري طويل رباعي الجوانب ينتهي بقمة هرمية، ايه هو؟ اللي بيسجلوا عليه اعمال الملك ايه هو؟ لسه قايلينها، المسلة. المسلة. اوكي ماشي. المسلة هي اللي كانت هوريها لك بعد يا رودينا. نعم. أهمية المسلة ايه يا رودينا؟ قلنا كانوا بيسجلوا عليها اعمال الملوك، وهي عبارة عن ايه المسلة؟ عمود حجري طويل رباعي الجوانب ينتهي بقمة هرمية. طيب فن تصميم وتشييد البناء اسمه ايه؟ في فن النحت. اللي بعدها. اللي بعدها اوكي. لا اللي عمود فن تصميم وتشييد المباني اسمه ايه؟ اكتب ما تشير. اسمه العمارة، اسمه فن العمارة. اوكي. اخترع المصريون اقدم الآلات الوترية، وهي آلة ايه؟ اسمها آلة ايه؟ آلة الهارب. الهارب اللي هي الكبيرة قوي الطويلة قوي دي، عارفينها؟ ما زالت بتستخدم في الفرق الموسيقية، اسمها الهارب. طيب يلا الخريطة يا رودينا. رقم 1 مدينة البيئة ايه دي يا رودينا؟ نمرة 1 دي بيئة ايه؟ بس ايوه. بس ما توترش من الامتحان، عشان انا الوحدة التالتة اكتر حاجة ما ذاكرتهاش فيها، اكتر اسئلة هتيجي منها. طيب ثواني، يلا يا رودينا دي بيئة ايه يا جماعة؟ نمرة 1 عارفة يا ايناس بيئة ايه نمرة 1؟ ايه اللي حوالين النيل اسمها بيئة ايه؟ زراعية. يا جماعة حوالين نهر النيل بيئة ايه؟ زراعية يا مس. زراعية وفيضية. زراعية وفيضية صح، لأن طبعا عشان في وفرة المياه والتربة الخصبة الفيضية قامت حرفة الزراعة. طيب نمرة 2 بيئة ايه يا ايناس؟ ها دي بيئة ايه؟ صحراوية. صح. صحراوية. طب صح برافو عليك. 3 يشير 3 لخليج ايه يا رودينا؟ يا مس دور، هي جاوبت في دور يا مس. لا ما هي، ما انت قلتي صحراويه، قولي 3 يا رودينا. دي خليج ايه؟ انا ما قلتش صحراويه يا مس، هي اللي قالتها. لا ما قلتش. خليج ايه يا رودينا؟ 3. خليج العقبة. لا غلط، قولي يا ايناس 3 خليج ايه؟ السويس. السويس، لاني على راسه مدينه السويس. العقبه الثاني اللي على اليمين، يبقى خليج السويس اتسمى عشان اصلا هو مدينه السويس بتطل عليه. طب نشيل رقم 4 البحر ايه؟ يلا يا ايناس. احمر. احمر. طيب يلا يا ايناس بالدور، يلا يا ايناس بسرعه يا ايناس. محافظه مساحتها كبيره جدا، دي محافظه ايه؟ الوادي الجديد. رودينا. مس ما ده دوري. لا مش دورك، انت جاوبتي فوق خلاص. يلا يا ايناس. لا 2. ايناس هي اللي فوق. يلا يا ايناس. محافظه مساحتها اصغر محافظه في مصر في المساحه اسمها محافظه ايه؟ يلا يا ايناس. القاهره. لا بقول لك اصغر محافظه. دمياط. قولي يا رودينا. دمياط. دمياط هي اصغر محافظه في مصر في المساحه، والوادي الجديد هي اكبر محافظه في المساحه. يلا يا ايناس، يلا يا رودينا. محافظه عدد سكانها كبير، محافظه ايه دي؟ 3. القاهرة. طبعا القاهره. 4 يا ايناس. محافظه بقى عدد سكانها قليل، اقل محافظه في مصر في السكان مين دي؟ نمره 4. جنوب سيناء. برافو عليكي. انت بتاخري ليه يا ايناس؟ جنوب سيناء اصغر محافظه في السكان، والقاهره اكبر محافظه. طيب يلا ما تجاوبيش يا رودينا. يلا يا رودينا. محافظه حدوديه 5، محافظه ايه دي؟
حدودية رقم 5 يا إيناس. مطروح. لا أنا جبت لك ناحية ليبيا، أنا بقول لك 5 اللي هي ناحية فلسطين. ها قولي يا رودينا. محافظة محافظة 5 يا مستر، فكرت بتقولي 6. لا 5، هو عايز 5 أهو. 5 محافظة حدودية 5 أهي. دي اسمها إيه يا جماعة؟ أنت لسه قايلة. شمال سيناء. أيوه شمال سيناء. ما هي سيناء مقسومة، الجزء اللي فوق شمال سيناء والجزء اللي تحت جنوب سيناء. 6 محافظة حدودية يا جماعة تانية اهي. يلا اللي عليه الدور مين؟ رودينا. يلا يا رودين. محافظة حدودية نمرة 6 محافظة ايه؟ هي محافظة عارفاها يا إيناس؟ ليبيا بس. إيناس اسمها ايه محافظة 6؟ طبعا هي مطروح يا مستر. ايوه مطروح، برافو عليكي صح. يلا يا رودين. البحر ايه نمرة 1؟ الأحمر. يلا يا إيناس 2 البحر ايه؟ المتوسط. ما تجاوبش يا رودينا. ما تجاوبيش يا رودين من فضلك. 3 ده نهر ايه يا إيناس؟ نهر النيل. برافو. 4 الصحراء ايه يا رودينا؟ الصحراء الشرقية. لا 4 يا رودينا. غربية. الغربية. أما 5 هي الغربية. اللي ايه؟ الشرقية. بصوا عشان تميزوهم، اللي على يمين النهر شرقية واللي على شمال النهر غربية. اوكي يلا بسرعة. خريطة العالم. ايوه دي نمرة 1. ايه محافظة قارة ايه دي؟ اكبر قارة في المساحة دي قارة ايه دي؟ يلا يا رودينا. دمياط اكبر قارة في المساحة. قارة آسيا. وتليها نمرة 2 اللي هي تاني واحدة مين؟ اللي هي جنب آسيا. اللي تحت الصفرة دي. لا اللي صفرة الأول. اللي جنب آسيا إيه طيب؟ اللي متصلة بآسيا اسمها إيه؟ أوروبا صح. أوروبا. واللي جنوب أوروبا واللي تحتها أفريقيا. صح. والصغيرة أصغر قارة في المساحة الصغيرة الجزيرة دي اللي في جنوب شرق. أستراليا. لا اسمها إيه؟ أستراليا. أستراليا. دي أصغر قارة في المساحة. طيب هنا القارتين دول بقى اسمهم إيه؟ والشمال الغربي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. برافو عليكم. أمريكا هنا جايبها لكم هنا كمان أهو. يلا بسرعة كده. يلا 16. يشير إلى الرقم 1 إلى أقل محافظات مصر سكان. قلنا مين يا رودينا؟ رقم 1 جنوب سيناء. برافو عليكي. يلا يا إيناس يشير رقم 2 أكبر محافظات مصر المساحة مين يا إيناس؟ الوادي الجديد. برافو. 3 دي رقم 2 بيئة إيه؟ بيئة دي احنا سايبين بقى جنب شوية. النيل تبقى بيئة إيه؟ بيئة دي لسه قايلينها فوق. ممكن أقول يا مس. قولي يا إيناس. زراعية مش تربة فيضية ومية، يبقى بيئة زراعية. يلا 4 يشير إلى رقم محافظة حدودية اللي هي إيه لسه قايلينها؟ مطروح. لو نسيتوا مدينة مرسى مطروح هنا في أقصى غرب مصر هنا، هي المدينة دي تبع المحافظة دي. يلا بسرعة. يلا يا إيناس. اختلاف درجات الحرارة من مكان لآخر بما تفسر. عشان الدوائر الأرض مش زي يعني الاختلاف دوائر الأرض. لا هو اختلاف بسبب دوائر العرض. وفي السبب ايه بقى تاني؟ حسب القرب او البعد عن ايه؟ عن خط الاستواء. المناطق القريبة من خط الاستواء حارة، كلما بعدنا تنخفض درجة الحرارة. يلا يا إيناس. قيام المصريين بتحنيط الموتى لماذا بما تفسر؟ عشان بيعتقدوا في ايه؟ رودينا. قولي يا رودينا. البعث والخلود. برافو عليكي. يلا يا إيناس. صح وغلط. تنخفض درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. تنخفض. لا خطأ. دي بترتفع. يلا يا رودان. تعددت أنواع الأدب في مصر القديمة ومنها الأدب التهذيبي. غلط. ازاي؟ لا إله إلا الله. قولي يا إيناس. صح. مش قلنا أدب ديني وقصصي وتهذيبي؟ 3 يلا يا إيناس. توجد هضبة التبت في قارة أفريقيا.
دي في آسيا، في دي آسيا أعلى هضبة في العالم بس على فكرة. يلا 4. أيوة. رمية الكتابة الهيراتيقية بالخط المقدس. صح. الهيراتيقية غلط. غلط. الهيروغليفية هي الخط المقدس. الهيراتيقية خط رجال الدين. الديموطيقية الخط الشعبي. طيب يلا يا إيناس، تتميز بالبيئة الحضارية بكثرة السواحل. إيناس تتميز بالبيئة الحضارية بكثرة السواحل. غلط غلط غلط. أيوة لا الحضارية بيبقى ما تجاوبيش في دول. لا البيئة الحضارية أنا اللي ما هي زي القاهرة وزي الجيزة بتتميز بإن فيها المناطق صناعية والتجارة والإدارات المختلفة، وبيبقى فيها كل الخدمات. دللي. براعة المصريين في فن النحت عملوا تمثال إيه؟ نحتوا أبو تمثال الهول. أبو الهول. تنوع تضاريس أوروبا ليه؟ عشان فيها إيه وإيه وإيه؟ السهل الأوروبي العظيم وجبال القلب. وصح جبال القلب. فيها سهول وفيها جبال. صح. يلا بسرعة يا رودينا. استخدم النص الكتابة من الحبر وأعواد إيه؟ آخر صفحة. الأربوس. صح. يلا يا إيناس، محافظة من المحافظات الحدودية. مطروح. ما تجاوبيش. ما تجاوبيش. يلا قولي يا إيناس 3. نجح تنبليون في فك رموز حجر رشيد. طيب يلا يا رضا، اهتم المصريين القدماء بصناعة الورق من إيه؟ البرد. يلا يا إيناس، انتقل التقويم الشمسي للمصريين الرومان. إلى برافو. اختلاف العرض بين دولة الأخرى بيؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة. برافو. وبالتالي الحرارة. تنوع النبات وتنوع النبات الطبيعي والمحاصيل الزراعية. طيب ايه النتائج تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يا رودينا؟ ايه نتيجته؟ يؤدي إلى نقص البروتين من الجسم. وكمان نقص المناعة. جسمك بيبقى ضعيف، ما عندكش والتركيز. مناعة. فقد التركيز. صح. يلا يا ايناس صوبي. محافظة أقل محافظات مصر في المساحة. لا يا مش دمياط. صح. يلا يا رودينا. يا رودينا، حماية موارد الوطن مسؤولية فردية. جماعية. برافو. آخر المدن التي استردها المصريون في حرب 73 القاهرة. طابة. برافو. ما المقصود بالموقع الفلكي يا رودينا؟ موقع المكان بالنسبة يقصد بها خطوط طول ودوائر العرض. موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. برافو عليك. الكثافة السكانية يا إيه يا إيناس؟ نسبة السكان إلى المساحة. السكان على المساحة. أيوة السكان على المساحة يديك الكثافة السكانية. طيب العمارة اللي هي يعني إيه العمارة يا فن إيه ده؟ فن إيه يا إيناس العمارة؟ فن المباني. أيوة فن البناء اللي بنوا بيه الأهرامات وبنوا بيه المعابد، ده اسمه العمارة. برافو عليكم، أحسنتم إن شاء الله موفق.